بصي كويس. البسي نضاره معظمه عشان هتلطمي على وشك طول حياتك. ها لما هيبقى مش انا كنت رضوى بحب شخص قوي فوق ما تتصوري، وبعد وقت سابني عملت زي ما قلتي يا سيدي بقى اهو. الانتقام جاي اهو، الانتقام بقى ايه بقى. عملت زي ما قلتي واشتغلت ومليت وقتي وحزنت، واخيرا قمت على رجليا ونجحت وعايشه حياتي. وبعد ما وقفت على رجلي واتخطيته ونسيته، رجع طلع في حياتي طبعا عشان يطلع في حياتك ليه؟ ما انت بقيتي بقى جاهزه يعني. عايز نرجع. انا اكيد ما رضيتش ان انا ارجع له، بس انا حقيقي مش عارفه اديله الامان وابقى مطمنه له. طول الوقت خايفه يسيبني. اعمل ايه؟ انا مش عايزاكي اصلا تديله الامان. تديله الامان ليه؟ احنا نعرفهم منين عشان نديلهم الامان؟ انت تعرفيه منين ده عشان تديله الامان؟ ما تديلوش الامان. ليه تديله الامان يا حبيبتي؟ اسحبي منه الامان. حطي امانك جنبك، حطي امانك فيكي. ولما يجي الوقت والعشره والعيش والملح، ويثبت ان هو جدير بيكي، ويثبت ان هو جدير بثقتك، ويثبت ان هو راجل محترم، وان هو هيتجوز على سنه الله ورسوله وبيحبك بما يرضي الله، يبقى اديله الامان. لكن انت ليه تديله الامان؟ خلي امانك في جيبك يا حبيبتي. امانك ها؟ امانك في جيبك، مسطرتك في جيبك. اللي يقولك اديه الامان ها؟ انت راجل قبل الجواز منيل وبعد الجواز اكثر منيل. مش عارفه اقول لك ايه بقى يعني. فبس بنقول للبناتيت اللي هي بتقول لك انا بحبه وعايزه اتجوز ومش عارفه ايه، بصي كويس. البسي نضاره معظمه عشان هتلطمي على وشك طول حياتك. ها لما هيبقى مش راجل كمان بعد الجواز هتبقى مصيبه بقى ايه مش قادره احكي لك عليها، تجنن. مصيبه كده مدوره كده وعليها شويه كريز بالشوكولاته هتاكليها وانتي مبسوطه.